النهارده بقى انا وندى بنتحدى حمدي، يعني عمال كل ما يخش مطعم يعيب عليا وعلى اكلي ومش عاجبه الرز بتاعي ومش عاجبه اكل دلوقتي، مش عاجبه اكل، شايفين؟ بس احنا النهارده بقى بنتحدى ان احنا نعمل له حاجات تركي بقى تخليه ينسى المطاعم دي خالص. فالنهارده بقى انا هعمل له بطاطس. طبعا البطاطس انتوا متعودين عليها، بس الاختلاف في الرز، يعني حاجه بسيطه كده، بس هو حبها بره فحبيت ان انا اعملها النهارده. وندى بقى ايه هتبدع بقى. انا بقى هعمل الحلويات التركيه اللي هي البقلاوه اللي احنا بنجيبها كتير، اللي انت عارفينها، وهي بيحبها جدا، فانا قررت ان انا اعمل. حمدي لما بخرج يقول لي هاتيها ونقعد ندور عليها، بتخلص بسرعه، معرفش تقريبا بيعملوا صاج واحد في اليوم، بس المحل اللي جنبنا على طول بيخلصها بسرعه. فهي قالت لي لا، وانا استنى بقى المحل لازم اعملها لبابا، انت عارفه انا بحب الحاجات الجديده ولازم اعملها. فقالت لي بقى هعمل، فنشوف. انا ما رضيتش اجازف واعملها، قلت لها عشان لو ابوك عايب يبقى انت اللي عامله. ان شاء الله هعملها نفس الطريقه بتاعت المحل. نشوف. قولي لهم بقى المقادير. ماشي، انا هنا معايا كاكاو. استني، ما تقول لهم يحطوا لايك عشان بينسوا. حط لايك كتير، لو وصل 100,000 لايك انا وامي هنعمل تحدي التوأم، ماشي؟ طبعا ازاي يعني؟ انا وانت يا بنتي واحنا قد بعض، انا اصغر منك. هنكون التوأم. انا اصغر منك، ازاي توأم؟ ما ينفعش. لا عادي. خلاص لو وصل 100,000 لايك نعمل تحدي التوأم، ماشي؟ نعمل كل حاجه زي بعض. ماشي، كل حاجه زي بعض، ولو ان انا اصغر منها شويتين، بس مش مشكله، هاجي على نفسي. هاجي على نفسي واكبر نفسي شويه عشان خاطر ندى، مش مشكله. كل يوم عشان خاطر ندى. معايا الشوكولاته اللي هي بتتحط في الكوكيز، والكاكاو والسكر بودره، وفستق مبشور، وده عين جمل مبشور، وزبده، وعلبتين من الكريمه، وازازتين من اللبن، وكوبايه سكر. جلاش اللي هو بيقولوا عليه بكلبه. هو بصوا المفروض تعملوه بجلاش عادي، بس هما هنا بيعملوها بعجينه خفيفه جدا، فانا لقيتها فجبتها لها. احنا بنسميها الجلاش. انا بدات بقى ان انا اعمل البطاطس بتاعتي بالثوم، حاجه كده لوز. انا بقى هحط السكر واحط اللبن. لو طلعت حلوه هقول ان انا اللي عاملاها، ماشي؟ لا انا اللي عملتها. حطيت الثوم، هنزل بشويه كزبره، اي حاجه فيها ثوم حط معاها كزبره بتبقى جميله. سنه الملح دي برضو حلوه. انا بقى بقلب اللبن كده عشان السكر يدوب. لازم الطماطم تحمر معايا واروح نازله بالصوص. بس انا بحب اصفي الطماطم، يعني بضرب الطماطم الفريش واصفيه. الثوم معايا احمر بقى، هنزل كده بصلصه الطماطم. سلام على الريحه، ريحه فظيعه. لا البطاطس بتاعتي تكسب يا ندى. شوفي بس في الاخر. هو اصلا ابوكي متعود من البطاطس دي، زهقان منها، مش حاجه جديده. لما بقى السكر يدوب كده احط الكريم. يا سيدي يا سيدي، ده احنا نسمع يا سيدي للصبح انت النهارده. لسه ما شفتش حاجه. انا عايزه اشوف، مستنيه عشان ابوك ما عادش يقول لي هي البقلاوه فين. ما جبتيش بقلاوه النهارده ليه؟ اسيبهم بقى مع بعض يتقلوا شويه. هسيح بقى الزبده في الميكروويف. بعد ما صفيت الطماطم هنزل بحته سكر كده، شويه سكر صغيرين، بس انا عندي سكر مكعبات. ومش هستنى اما الطماطم تتسبك بقى، هنزل بالبطاطس المكعبات على طول كده عشان تستوي وتندمج مع بعض كده ويتسبكوا في قلب بعض ويستوي كده. يبقى انا خلصت ايه البطاطس، هغطي عليها واسيبها تستوي. هنا عملت اللحمه بتتسلق اهي كده، ما فاضليش غير الرز بس وابقى خلصت. عشان اكلتنا تبقى خلصانه خالص هرش شويه فلفل اسود، رشه فلفل اسود، ما بحطش ملح لاي حاجه بتستوي لما تستوي، يعني خلاص هو فاضل غلوتين كده اروح حاطه الملح، لان الملح بيأخر سوى الحاجه. هاتن بقى نص صينيه زبده. حاجه مساعده؟ لا شكرا. مساعدك عشان لو طلعت حلوه تقولي مين اللي عامله معايا. لا روحي انتي شوفي البطاطس بتاعتك. خليكي في البطاطس بتاعتك. خليكي في حالك، خليكي في كوزك لما نعوز. حطي بقى طبقات البقلاوه دي كده حلو كده. وسع وسع. وسع. بص صريح على طول بالعجل. ما تكتريش السمنه بعد اذنك كمان، عشان انا عايزه اكل منها، فالسمنه الكتير مش هتخليني اكل منها. حاضر. فهحوسيها بس كده. ها ماشي. او كل كام طبقه، مش لازم كل طبقه. ماشي. بس هي مش طريقه كده، الطريقه مش بس كده. عشان خاطر امك ضحي يا ستي. ماشي. عشان انا ما بحبش السمنه الكتير. ماشي عشان خاطر الدايت بتاعك بس. دايت مين؟ ما خلاص كل سنه وانت طيبه، فتحتها على البحر بقيت ايه. كل ما اخس اتخنفضت وربنا منعنا دايت بقى خلاص. هحط الجوز. يا اوسي تعالى اتفرج شوف ندى بتعمل لك ايه. هسويها بالمعلقه كده.
حطي بقى الشوكولاته، وتقدروا تحطوا بيضه وتقدروا ما تحطوش خالص على حسب مزاجكم. هحط بقى الطبقه التانيه، وريحتها بقى قطعتها بالشكل ده. هحطها بقى في الفرن 20 دقيقه. قلت لك البتاع بتاعك كان بيفور اهو. هي خدمه ما شغلتني في الفرن عشان تعدي الجمايل. لو عايزين نساعدك في اي حاجه قولي لي. يا سلام، انا مستنياك تخلصي عشان اعمل الرز، مفيش مكان للحله. انا مخلصه كل حاجه اصلا. طب انا هعمل الرز نفس الرز ابو شعريه، بس بدل الشعريه هحط لسان عصفور عشان انا بشوفهم هنا بيعملوه كده. انا اول مره في حياتي اعمل الرز بلسان عصفور، فنشوف بقى يطلع زي المطعم ولا هم عندهم سر انا معرفوش. على فكره البتاع اللي انت بتعمليها بتتحرق. ما تتحرقش عادي، انا مخليه بالي، ما تخافيش. ما تخافيش، انا بهزر معاك. واقفه مخليه بالي والله، ما تقلقيش. لسه ما اتعملتش، متابعاها لك. هات شويه، هات شويه فين. هاتي حبه في ايدي. مكسره تحملني ايديها في البدايه. هوزة بيحب الحاجات الوحشه دي. ده دي لي كولا كاراتيه، نيجي ناكلوا الاكل العادي تنك علينا، صح؟ انت حمارة مسكلة. الرز بتاعي اتشرب وهديت عليه اهو، ودي البطاطس اتسبكت. فاضل بس اللحمه تستوي لان احنا بنحب الحاجه مستويه قوي. وادي الجلاش نزلته لها تحت لما لقيته احمر من فوق ولسه ما احمرش من تحت، رحت منزلاه تحت خالص عشان برضو ايه من تحت يبقى احمر زي فوق. متابعه ومركزه. شفتي عشان تعرفي ان امك شاطره مش قاعده على ودانها. انتي تقعدي على ودانك، انا لا. بس شكله حلو والله، عامل زي ما يكون باللحمه المفرومه. الجوز طلع منه كانه لحمه مفرومه. استوى نطلعه. تعالي يا ماما طلعهم لي. شفتوا قيمه الامهات عشان تعرفوا قيمه امكم. من غير امكم ما تعرفوش تعملوا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الجمال، شكله حلو قوي. شكلك فلحتي. اسالك انا؟ ماشي. بسم الله عشان احط التاتش بتاعي. التاتش بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلاش سخن ملهلب والبتاع ايه هديت شويه. لا بس شكله جامد وريحته اجمد. الله اكبر ما شاء الله. ريحته جميله بنت اللذينه يا بنتي. انا انا اللي هكسبك على بنت فكره. الايه لما انا عارفه. هتسيبيه يتشرب بقى وبعد كده تحطي عليه بقى الايه الكاكاو والسكر. عسل يا بنتي. انا من غيرك عارفه اعمل حاجه. وكمان هزينه بالفستق. ماشي. انا على فكره خلصت، انا فاضل لي بس اللحمه تستوي قوي عشان انا بحب اللحمه مستويه قوي. ابوكي بيحبها قوي. ماشي. انما والله لو مش اللحمه كان زماني خلصت. سيبيها تهدى بقى خالص كده. بس اتشربت وقبت كده وسريت بقت طريه كده فظيعه. نسيبها تبرد. هقلب بقى السكر والكاكاو مع بعض. ماما تعالي انتي رشيها علشان تكوني انتي اللي مساعداني. يعني بتجب عليا يعني. عشان اقول لبابا اللي انتي عامله معايا. عشان لقيتها طلعت حلوه. جدع يا بنتي يا ندى. هغرف لك شويه رز زياده. لا شكرا. مش ما بيرشوها كده. اه بص ندى عملت لك ايه. ندى روقت علينا خالص. مش هنروح المتاع اللي بنجيب منه ده تاني. احلى من المحلات. وهيعجب ابوي ان شاء الله. ان شاء الله. نلم بقى اللي احنا عملناه ده. الله الله ريحته بتجنن. نعم بتاع البت ندى دي والله مش عارفه انت طالعه لمين. طلع عليكي. يا اوسه بص بنعمل ايه انا وندى. انا اللي عاملاه. انا وانتي. انا حطيت التاتش بتاعي مش انا اللي شلتها من الفرن. انا اللي عامله. لو طلعت طب ايه رايك نقول لابوك يدوقها ماشي. هو اللي قايم مين اللي عملها. ماشي فكره حلوه. فكره حلوه. ما نقولوش مين اللي عملها. خدي يا اختي خدي دوقي. لا دوقي مش بعزقي. ريحتها حلوه قوي. حلو قوي. بصوا بصوا المنظر. بصوا المنظر الجامد ده. جامد. يفتح النفس كده قبل ما تتاكل. انت بقى عايزه تخش التلاجة يا ندى ماشي. تسقع كده عشان ايه بنجيبها احنا ساقعه. الرز اهو يا رب الحمد ايه يعجبه. سمسم عصفور بدل الشعريه. خلصت الاكل وندى خلصت الحلويات. اما نشوف بقى حمدي هيقول لنا ايه.
يلا ابوك يا اولاد يلا. عملتي ايه؟ ها؟ ايه السلطانيه دي؟ بطاطس. بطاطس قلت لي عليها؟ بالطريقه التركي طريقة التركي. ولا الطريقه المصري؟ لا هي بتاعتنا هي هو الرز بس اللي غيرت فيه. شوف بس ليه ريحه مختلفه ازاي؟ انت حبيت ابو لسان عصفور. لا ولسه ندى عامله لك ابداع جوه بس بيبرد في الثلاجه. هو ولا مش هو؟ حلو، بس الرز المصري كنت بتجيبيه بس للاسف ما بقاش موجود. كنا بنلاقي الرز المصري موجود في السوبر ماركت بيجي تركيا، ولما كنا في الامارات كان موجود فجاه كده ما بقاش موجود، مش عارف ايه اللي جرى. يعني برضه ما طلعش زي المحلات. لا حلو بس الرز المصري احلى عشان ده بياخد ميه كتير. ده بياخد ميه كتير فعلا وسوا كتير، انما الرز المصري بيستوي على طول ومية مية. مش عارف ايه اللي جرى. يلا كل يا ولاد. يلا يا ندى. بس الله ينور. حلو. ماشي. فين البقلاوه اللي قلت عليها؟ بتبرد في الثلاجه، ده عاملاها ريحتها وشكلها فظيع. زي لا المحل؟ عجبتك كمان اللي عاملاها احلى كمان. هاتوا يونس. لا لو عجبتني نبيع بقلاوه. نعمل بقلاوه ونبيع بقلاوه. بصوا بقى احنا هنتفق على اتفاق ماشي؟ هم هيقيموا الشكل وانتوا هتقيموا الاكل. ماشي. احنا نقيم الطعم، اه هم يقيموا الشكل، بس انا اقيم الريحه صفوتني وانا ماشي وانا بعملها. يلا يا حمد. يلا يا بابا. هو اول حاجه بس انا ملاحظها ان انتوا حاطين كاكاو كتير قوي. والله هم بيبقوا عاملين رشه بسيطه خالص. هم يلا رشه حطوا. حنينه. سيب كل الحاجه ومسك في الحاجه اللي انا لا عملتها. رشه لطيفه، المفروض تبقى رشه لطيفه مش احنا رشتنا. ردناها. احنا رشتنا مش مش لطيفه. مشكله، خلينا نشوف الطعم. لا بس والله العظيم انا شميت الحته وهي بتعملها كانت فظيعه. كانت ريحتها حتى جامدة. دلوقتي جميل لحد دلوقتي. هنشوف بقى الطعم. هي اديتها لي اطلعها عشان لو الشكل بص يبقى امها اللي عاملاها. على فكرة امي مساعداني. لا فظيعه بجد والله العظيم يا بنتي انا ده فظيعه. هي فعلا رشه الكاكاو كتيره بس هي حلوه. نجربها. انا شوف بدي اقرا. الحته دي ما فيهاش كاكاو كتير. خد لا حلو بس عايز تبرد لسه شويه. لسه شويه. ماشي. المهم الطعم زي بره ولا نص نص؟ نص نص ولا نصيبتي ولا نصك. انا لا مش هقول الحقيقه. انا هدوق انا. يعني نص تتاكل بس مش زي بتاعت بره. اديها كام من 10؟ اديها كام من 10؟ مين اللي عاملها؟ والله ندى انا بس يا دوبك رشيت الكاكاو اللي انت عيبت عليه. 7 من 10. عشان ده اللي عاملاه. لو كنت انا لو كنت انت 5 من 10. كنت عارف. والله عارفه عشان اي حاجه بعملها جديده بيحبطني فيها، فعشان كده سبت ندى تعملها. قلت لها ماليش فيه. طعمها حلو بس ايه محتاج تبرد شوية. انا بديها 10 من 10. طب والله العظيم جامده. طعمها حلو. محتاجه تسقع. اقسم بالله زي بتاعت بره بالظبط. هو الكاكاو اللي كتير بس. دي جميلة قوي. والله العظيم زي بتاعت بره بالظبط. ناقصه تسقع بس. انت بس بصوا الطريقه. منها بس احدافي. مش يعني سيبكم من الكاكاو اللي انا حطيته كتير ده فعلا. بصوا والله العظيم نفس الطعم. نفس الطعم. انا اديها 9 من 10 عشان ده في الكاكاو كتير بس. لا نور يا طعمها جماعه. جميل قوي. مش عارفة ده طعمها جميل. المره الجايه لما تيجي تعمليها ما تخليش امك تعمل لك حاجه، اعمليها لوحدك. لا هي بتساعدني بس والله يعني بس هي اللي بوظتها لي. هي اللي بوظتها لي. بس هنفخه لك؟ اطيره من عليها انفخه؟ لا بس والله العظيم طعمها حلو. طعمها جامد. بعدين بالنسبه لاول مره حلو. حلو يا اخويا. طب الواد الغلبان اللي ورا ده بيعمل ايه؟ هو نايم ولا صاحي؟ لا صح. مش شغال عندهم ده. مش هيدوقوني. عمال يبص بتاعه. قول رايك يا حبيبي. قول رايك. اسم الله عليك. قول رايك. دوق. مام حلوه دوق. مش عارف. فاكره اكل مش استنى حلويات. عجبتك؟ حلوه؟ لا تسلمي لي كناد. ومركز مع التلفزيون. لا بس عجبته والله. حلو. تعالى نجيب كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم والحلويات اللي انا عملتها عجبتكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايكات كتير زي ما قلت لكم عشان انا وامي هنعمل تحدي التوأم. وانا مش هحط ايدي في حاجه انا بتعملها تاني عشان انا اللي بوظ. اه والله العظيم 10 على 10. هو عيبها الوحيد اللي انا عملته الكاكاو ان انا حطيته كتير. صح. بصوا انا شلت بص على جنب اهو وعماله باكل فيها. طعمها خطير. طعمها جميل. بس سلام. باي.